السلام عليكم جميعا أينما كنتم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بالصحة والعافية وبالمعنويات العالية. فأخيرا اليوم غادي نطرق للموضوع ديال هاد الشعارات اللي هادي 50 عام، والناس اللي من الهوك طالقين علينا ما كيتبدلوش ما كيتغيروش، بحال اليوم بحال البارح بحال غدا. تقرير المصير، الشعب الصحراوي، المغرب المحتل إلى آخره، لائحة طويلة أنتم عارفينها. ففي الفيديو ديال اليوم غادي نتطرق لواحد العبارة مهمة جدا اللي كتشكل الأساس ديال هاد الشعارات كلها، والعبارة هي الشعب الصحراوي. فاليوم إن شاء الله بثلاثة ديال الدلائل غنبين لكم بأن ما كاين حتى حاجة سميتها الشعب الصحراوي. هذا اختراع جزائري. باش بطبيعة الحال انتم عارفين القصة بوليزارو إلى آخره، هذا اختراع ديال الشعب الصحراوي. فالدليل الأول، أولا وقبل كل شيء، واش كتعرفوا شي شعب في العالم كيسمي نفسه بواحد الشكل من الأشكال ديال الجغرافيا اللي كاينة في الأرض، بحال مثلا الشعب الهضبي، الشعب الجبلي، الشعب البحري، الشعب الجوي إلى آخره. فالصحراء واحد الشكل من الأشكال ديال الجغرافيا، والصحراء ما كايناش غير في إفريقيا، كاينة حتى في أمريكا، كاينة حتى في أستراليا، وحتى في الصين. فالسكان ديال هاد الصحراء في هاد البلدان واش كيسميو راسهم الشعب الصحراوي؟ فهذا بعدا لا منطق. اولا السميه لا منطق، مازال كان قالوا الشعب الحساني الصحراوي ولا الشعب الصحراوي الحساني، غتكون الامور مختلفه. فهذا كيدينا للدليل الثاني. علاش؟ لان حنا كنا عارفين بان ملي كيقولوا هما الشعب الصحراوي عارفين شكون اللي كيمعنيو بعدا اولا السكان ديال تندوف اللي يلاه 2% فيهم اللي مازال اصول صحراويه مغربيه، ولا بوليزاريو اللي اكثر من النص ديالو واما جزائريين واما موريتانيين، وبطبيعه الحال السكان الصحراوه الاصليين ديال الصحراء الغربيه المغربيه. فبالنسبه للحسانيين القبائل، ما نقول الشعب الحساني، القبائل الحسانيه، حيت ما كاينش غير القبائل الحسانيه في الصحراء. فالقبائل الحسانيه موجوده حتى في، الا قلنا وسط المغرب اليوم، اي المنطقه اللي كاينه ما بين طرفايه طنطان حتى قلميم وزيد الفوق. فما تنساوش قلميم عندها مسرح الحساني، ما تنساوش بان قلميم فيها احسن واروع القندورات الصحراويه. فالدلائل ديال الروابط التاريخيه الثقافيه التجاريه ما بين ذاك المنطقه و الصحراء الغربيه المغربيه لا تعد ولا تحصى. ولكن هذا الشيء ما كينحصرش على هذا الشيء، كنلقاو الحسانيين ايضا في الشمال الموريتاني، وكنلقاو قبائل ما كتسميش راسها حسانيين ولكن كيتكلموا بالحسانيه في مالي وحتى في الجزائر. فسؤال، الشعب الصحراوي فقط الحسانيين ديال الصحراء الغربيه المغربيه؟ والحسانيين ديال قلميم هذوك ماشي شعب صحراوي؟ والحسانيين الموريتانيا هذوك ماشي شعب صحراوي؟ والحسانيين اللي عندكم في الجزائر هذوك حتى هما ماشي شعب صحراوي؟ فانتم كيبان لكم التناقض. بالنسبه للقضيه الثالثه، انتم عارفين بان الصحراء كتمتد من الصحراء الغربيه المغربيه حتى السودان ومصر. فيها 10 ديال الدول، 10 ديال الدول اللي عندها طرف من هذه الصحراء. 5 ديال الدول شماليه اللي كيسميوها ما بين قوسين دول عربيه، وانا انتم عارفين انا ضد هذا المصطلح. فالمغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر. وفي الجنوب عندنا موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد والسودان. فبالنسبه للدول الجنوب الصحراء ديالهم كاينه في الشمال، وبالنسبه للدول ديال الشمال الصحراء ديالهم كاينه في الجنوب. ولكن هاد المناطق الصحراء كلهم فيهم نقولوا الشعوب ولكن قبائل صحراويه مختلفه.
نشوفوا غير بالنسبة للمغرب مثلا، حنا الناس ديال ورزازات كنسميوهم صحراوة، الناس ديال الرشيدية ديال إرفود ديال ريساني ديال مرزوقة. فالمغرب ما فيهش غير الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فيه حتى الصحراء إلا بغينا نقولوا الوسطى، وهادوك ماشي الشعب الصحراوي. وبلا ما نمشيو حتى لمصر وحتى ليبيا اللي بطبيعة الحال في الصحراء ديالهم كاين ناس، كاين سكان اللي حتى هما نقدروا نسميوهم بالشعب الصحراوي. نشوفوا الجزائر المزاب صحراويين، الطوارق، الأوزواد، كاين قبائل، كاين شعوب صحراوية. في الخلاصة بالنسبة للمغرب بطبيعة الحال الحسانيين ماشي الشعب الحساني، بل الحسانيين هما جزء من الأمة المغربية، من الشعب المغربي اللي بطبيعة الحال شعب معروف بالتنوع ديالو. كاين مغاربة أمازيغ ريافة، مغاربة اللي من أصولهم أندلس، المغاربة ذو أصول يهودية، مغاربة ذو أصول أفارقة إلى آخره. فهادو كلهم متشبعين تمغربيت ديالهم وكيشكلوا الأمة المغربية. وبطبيعة الحال المغرب كيعمل باش كل منطقة، كل خصوصيات تحتفظ بالخصوصيات ديالها، بالثقافة ديالها. معروف بأن كل منطقة في المغرب عندها اللباس ديالها، عندها الطبخ ديالها، عندها الموسيقى ديالها، الآلات الموسيقية ديالها، الفولكلور ديالها. وبطبيعة الحال هادشي خصنا نحافظوا عليه ونفتخروا به، لأن هذا غنى عندنا في المغرب. والحسانيين حتى هما عندهم الثقافه ديالهم، عندهم الموسيقى ديالهم، عندهم اللباس ديالهم اللي كيلبسوه بافتخار. وحتى حنا ملي كنشوفوا الصحراويين المغاربه لابسين اللباس التقليدي ديالهم كيعجبنا الحال. ولكن هذا ما كيمنعش بانهم واعيين بتمغربيت ديالهم، لانهم مغاربه منذ عقود وعقود. وتمغربيت ديالهم كيدل عليها التاريخ، كتدل عليها الجغرافيا، كتدل عليها التجارة، كيدل عليها الدين، كتدل عليها اللغة، كيدل عليها الواقع اللي كنعيشوه اليوم. واكثر شيء كيدل عليها هاد الوعي ديال هاد السكان، الوعي بالتمغربيت ديالهم. ففي المقابل من الجهة الأخرى هاد الناس اللي مصدعيننا بهاد العبارة ديال الشعب الصحراوي، علاش كندوي على هادشي مهم؟ لان بقاو كيعاودوا هاد القضيه 50 عام 50 عام. كنشوفوا صحفيين في التلفازه كيهضروا على هذا الشعب الصحراوي. واكثر من ذلك بلينكن غير هادي شي عام ولا عام ونص في واحد الخطاب ديالو اللي كان كيشكر فيه المغرب وكيقول غير الحوايج المزيانين. المغرب كيتهلا في الصحراء ديالو كينميها وكيتهلا في الشعب الصحراوي، قال الشعب الصحراوي. فاحنا المغاربه خصنا نحاربوا هاد العباره هادي فوق ما شي واحد يجبد لنا الشعب الصحراوي نقولوا راه ما كاينش الشعب الصحراوي. كاين القبائل الحسانيه وماشي غير بوحدهم، كاين قبائل اخرى اللي ساكنه في الصحراء. واخا القبائل الحسانيه هي كتشكل الاغلبيه، ولكن ما هي غير مكون من المكونات ديال الامه المغربيه. فهادشي علاش كنطلب منكم انا ما تبارطاجيوش هادشي على الصعيد الكبير ولا هذا، ولكن اكثر شيء اليوتيوبر اللي عندهم قناه كبيره باش يردوا بالهم لهاد القضيه ديال الشعب الصحراوي. وفوق ما يجي يوم شي واحد ويقول لهم الشعب الصحراوي يقولوا احبس هنا، اين شعب صحراوي كتهضر عليه؟ واش الشعب ديال الطوارق ولا؟ فانا غنرجع لهاد الخلاصه اللي غنبقى دائما نرجع ليها. فهادشي كله غيرجع ضد الجزائر، لان حتى حنا المغاربه نقدروا اليوم نهضروا على الاستقلال ديال الشعب الصحراوي، ولكن حنا اذكياء غنزيدوا الطوارق ولا ديال المزاب ولا ديال الازواد. فحنا غادي نوضحوا اين الشعب الصحراوي. ما غاديش نقولوا غير الشعب الصحراوي، لان انا فسرت لكم بان ما عندها معنى. صحراء كبيره فيها شعوب وشعوب، قبائل وقبائل. ولكن اليوم حتى حنا المغربين اشتاق الشعب الصحراوي طوارق مثلا. المغرب نساندهم باش يشدوا الاستقلال ديالهم. فاخوتي العزاز هاد الفيديو وصلت النهايه ديالها. انا قررت باش نبقى ندير فيديوهات صغار باش ما نبقاش نمونطي، ما تبقاش بان داك الكتابه لتحت، تكون فيديو وحده.
كاليتي ديال ليماج تكون مزيانه، وحتى ديال الصوت كنتمنى الصوت يكون كيوصلكم مزيان. وان شاء الله الفيديوهات الجايه غنبقى نيت في هذا الموضوع، ولكن كل نوبه غنجبد شي حاجه مهمه اللي حنا خصنا نركزوا عليها. فالخلاصه اليوم في هذا الفيديو هي داك العباره ديال الشعب الصحراوي حنا خصنا نحاربوها. علاش؟ لانها كتوصل حتى الاصدقاء ديالنا وتا هما كيستعملوها بلا ما يعرفوا راسهم اش كيقولوا. خصنا نفسروا لهم، نقول لهم راه ما كاينش شي حاجه سميتها الشعب الصحراوي، كاين الشعب المغربي والناس ديال الصحراء بما فيهم الناس اللي اصلهم صحراوي ولا لي نيو صحراوي، الصحراوه الجدد اللي خلقوا واللي كيشكلوا اغلبيه. قلتها في الفيديو ديالي هذا، ما هما غير جزء من الامه المغربيه، وكيزيدونا غنى بالتنوع ديالهم والخصوصيات ديالهم، كيزيدوا يغنيونا، وحنا هادشي اللي باغيين. فاخوتي العزاز، هاد الفيديو وصلت النهايه ديالها، وكنتمنى نشوفكم في القريب في فيديو قادم. تهلاو في راسكم.